قالوا في الأمثال زمان: البيت اللي من غير دقيق حاله بيضيق. يعني لو عندك دقيق، الخير دايما على طول في بيتك. بكيس دقيق واملي البيت خير. ده مش كلام، ده حقيقة. هتعجني وهتخبزي، وعمرك ما هتنامي من غير أكل، لا انتي ولا ولادك ولا أي حد بتحبيه. واعزمي جيرانك. اعرفي ان الفترة دي صعبة على ناس كتير. يعني لو في ايدك تعزمي جيرانك، اي حد يدخل عليكي، طبعا الخير هيفضل في بيتك على طول وعمره ما هيخرج منه. هنسمي الله، وده كيلو ونص من الدقيق. هننخله بالشكل ده كده. بس يا ريت ما تنسوش اختكم بسوم تدعموها بلايك وشير. وطبعا اكون سعيدة لو اشتركتم وفعلتوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بالاشعارات. نزلت بمعلقة ملح صغيرة وكيس من البيكنج باودر كده زي ما انتوا شايفين. وهنركن على جنب شوية المواد الجافة. وهنا معايا كوباية ونص مية دافية زي دمعة العين. هننزل عليها بمعلقتين سكر كبار، وعليها ظرفين من الخميرة الفورية، ونتأكد ان الخميرة بتاعتنا نشطة. ايوه كده. يلا بقى نقلبها تقليبة حلوة ونركنها على جنب شوية. هنجيب حاجة كده وهننزل بيها كوبايتين من الزيت. ايوه كده. وادي التانية والتالتة بتبقى كوباية سمن او زبدة على حسب المتاح عندك. عليهم معلقتين سمسم، وهنرفعهم على النار يتحمصوا كده ويتقدحوا مع بعض. هنجيب المواد الجافة بتاعتنا وهنكملها. قلبي كويس عشان الملح اللي انتي حطوه. ايوه كده. ظرفين فانيليا، ودول حوالي معلقة صغيرة. انزلي عليهم بمعلقتين من اللبن البودرة. واللبن البودرة فايدته ايه؟ بيحسن لنا العجينة بتاعتنا، محسن للعجين بتاعنا، وبيبقى طعمه حلو كمان. يلا بقى هننزل كده بالسمنة والزيت بتاعتنا بعد ما اتقدحوا. وخدي بالك عشان ايدك ما تتحرقش. قلبي كده بحاجة الأول، بمعلقة خشب، بأي حاجة، وبعدين استعملي ايديكي. بس الدقيق بتاعنا كويس كده زي ما انت شايفة، زي ما بتبسي الكحك. ايوه كده. هنجيب كوبايتين زبادي صغيرين او كوباية زبادي كبيرة 170 جرام. هننزل كده بيهم. هندي تقليبة الأول قبل ما ننزل ايه بالخميرة بتاعتنا والسكر اللي احنا عاملينها. وطبعا زي ما قلتلكوا، دي كانت كوباية ونص من المية الدافية، وضفنا عليها السكر والخميرة. وخلينا متفقين ان كمية السوائل اللي بتتحط على حسب نوع الدقيق. في دقيق بياخد سوائل كتير، وفي دقيق ما بيحتاجش. هنلت كده ونعجن زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده، وهنشوف هتحتاج معانا ولا لا. وفعلا احتاجت معانا كوباية من اللبن الدافي. هننزل كده بالحليب بتاعنا، ومش هنزل بيها مرة واحدة عشان تتحكمي في العجينة بتاعتك. هنعجن بالطريقة دي كده. وهننزل بباقي الكمية بتاعت الحليب. ايوه كده. يلا بقى اعجني، وانا بحاول على قد ما اقدر اسرع لكم الفيديو عشان ما ياخدش وقت كتير. بس صدقوني النتيجة ان شاء الله هتعجبكم وهتعملوها على طول. يلا بقى لتي واعجني، وانا عارفة ان كلنا شاطرين. وسيبيها تتخمر. كل الحكاية ان احنا بنفكر بعض. انا اعمل وصفة، انتي تبعتيلي وصفة اعملها،
وكلنا بنذكر بعض وكلنا شاطرين في بيوتنا. يلا كده خمرت معانا وننزل بيها. هنلم العجينة بتاعتنا وهنقسمها عشان هعمل منها نوعين، نوع حادق ونوع حلو. قسمنا العجينة بتاعتنا وزي ما قلتلكم هنعمل حاجات حلوة تنفع كده في الفطار مع كوباية شاي أو تسد جوع آخر الليل. يلا بقى كده معانا وهنقطعها كده ونقسمها زي ما انتوا شايفين. هنعملها كده كور صغيرة قد الليمونة الكبيرة بالشكل ده. افرديها بقى يلا بالفرادة بتاعتك. وهنا الحشوة كانت معايا سوسيس، وتقدري تحطي اي حشوة تعجبك. يلا بالقطاعة ديك ونقطع بيها. ما عنديش القطاعة نعمل بسكينة عادي، وما تعطليش نفسك ولا تزعلي نفسك. يلا كده نفرد واحدة تاني ونعملها. ايوه كده هنقطعها كده بالشكل ده. وطبعا لو اي زيادات معاكي بنشيلها بالطريقة دي. يلا تعالوا نعمل شكل تاني اسهل واسرع وبرضه هيدينا شكل حلو ونسهل على نفسنا. افرديها بالطريقة دي كده وبروميها. ايوه كده واحدة كمان بالشكل ده كده. ايه رأيكم؟ ولا اسهل من كده، مش هتاخد معانا وقت وهنعمل حاجات حلوة كتير في البيت. بس زي ما قلتلكوا ما تنسونيش في لايك وشير عشان بيساعد على ظهور الفيديو. بحبكوا في الله، ربنا يديمكوا نعمة في حياتي. معانا ربع كوباية من الحليب، عليها صفار بيضة ورشة فانيليا، وهندهن الوش كده قبل ما بندخلها الفرن. طبعا سيبناها تخمر للمرة التانية حوالي نص ساعة. يلا كده فرن حامي درجة حرارة 160 وهندخلها الفرن. بتقعد من تلت ساعة لنص ساعة على حسب الفرن بتاعك. يلا كده التانية وعلى الفرن على طول. خليكي فاكرة ان احنا لسه معانا باقي العجين وهنعمله حاجات تانية وبرضه هتعجبكم ان شاء الله. يلا بقى تعالي، خدنا باقي العجين بتاعنا، اقسميه كده بالشكل ده. يلا وافردي. فردنا وبططنا ساوي بقى. يلا نظبطها كده. ومعانا هنا تمر ضفنا عليه معلقة زبدة وسخناها على البوتاجاز، على الميكروويف، اي حاجة سخنيها وافرديها كده في العجين بتاعك. ظبطي كده واقفلي كويس. ايوه كده. ايه رأيك؟ بالقطاعة بتاع البطاطس او المخلل وقطعي بيها كده، مفيش سكينة عادية او اي حاجة. قطعي بالشكل ده ورصي يلا في الصاج بتاعك. هنكمل الكمية كلها بالطريقة دي. ايوه كده. يلا ساوي وقطعي، مش هتاخد منك وقت وهتعملي البيت كله خبيز وخير وحاجات حلوة كتير. وصدقوني عمر تكلفتها ما بتبقى زي الشرا بره. ودي كانت حتة ملبن مركونة كده في التلاجة وشوية من عين الجمل حطيناهم كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين وبططناهم. كلها حاجات من البيت، يعني ما تكلفيش نفسك وممكن تعمليها سادة خالص مع كوباية شاي وزي الفل. هنغطيها وتسيبها تخمر لحد ما تطلع من الفرن الصاجات التانية بالشكل ده. بعد كده هنشيلها
وندهن برضو وشها بالبيض واللبن ورشة الفانيليا. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي وصفة حماتي، يعني انا واخدها من حماتي، ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها. يلا بقى على الفرن وهتطلع معانا بالجمال ده. ايه رأيكم؟ ما شاء الله بجد حلوة، غير طعمها بقى وريحتها اللي فعلا طيرت العقل من جمالها وحلاوتها. اعملوها وممكن تشيلها في الفريزر بعد ما تطلع كده وتهدى شوية، عبيها في أكياس وخليها في الفريزر. خليها معاكي فطار، خليها معاكي عشاء، خليها معاكي فترة الامتحانات، إن شاء الله حتى سحور في رمضان. هتنفع معاكي وهتسد معاكي في أي حتة وفي أي مكان. الوصفة حلوة وسهلة وعايزاكي تجربيها، وصدقيني زي ما قلتلك عمر تكلفتها ما هتكون زي بره، بالعكس ده جودة أحسن من بره وأنضف من بره بكتير. والطعم هسيبك انت اللي تحكمي، مع كوباية شاي حلوة كده، ويبقى افتكريني بدعوة حلوة. أشوفكم على خير في أكلة جديدة ووصفة جديدة من أكلات بسوم، وسلام عليكم.